ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه متابعيني الغاليين؟ انتوا مفيش اكرم منكم، مش هتنسوا اللايك عشان اللايك ده دعم منكم، وانتوا مش هتبخلوا عليا بيه. تعالوا بقى هنعمل بعجينة واحدة، هنعمل السينابون اللي انتوا شايفينه ده، وكمان الدوناتس اللي كان في اول الفيديو، الهش الطري جدا اللي هنقليه مش هيشرب ولا نقطة زيت، والسينابون طري وزي ما انتوا شايفين، وانا بشيل السينابون شايلاه بالعافية من كتر ما طري. العجينة بتاعته مش مستحملة. اول حاجة اجيب كوباية لبن دافية كده، واحط كيس خميرة فورية، وحطيت 3 معالق كبار سكر كده او 4 معالق كده، وبعد كده نقلبه ندوبه ونسيبه بقى نغطيه يا دوب 5 دقايق بس كده الخميرة بتاعتي تبدأ تشتغل. والخطوة دي علشان يدينا عجينة هشة وخمرانة بالطريقة صح جدا. بعد كده بقى ايه، هنحط بيضتين كمان، وننزل بكيس فانيليا، وبعدين باقي رشة ملح كده، حوالي نص معلقة صغيرة ممسوحة ملح. وممكن بقى نقلب البيض الأول، ممكن عادي بقى ننزل وهنعجن كله هيندمج مع بعض. حطيت ايه؟ حطيت 4 كوبايات كبار دقيق. يعني انا كل كوبايتين دقيق بحط لهم بيضة واحدة بس. بحط كل حاجة بقى اقسمه بالنص، بس انا عشان عاملة مقدار الضعف، عشان انا عاملة سينابون وعاملة دوناتس. وبعدين انا احتاجت كمان ربع كوبايه ميه، عشان انا عايزه العجينه بتاعتي تبقى بتلزق شويه. يعني انا مش عايزاها متماسكه اللي هي عجينه قاسيه، انا عايزاها عجينه طريه وبتلزق شويه. فانا احتاجت كوبايه وربع، يعني حطيت كوبايه لبن وربع كوبايه ميه. بس انتوا طبعا بتختلف من عجينه للتانيه، فممكن تحتاجوا اقل اكتر. فانتوا اعملوا كوبايه لبن، ولو احتاجتوا تاني حطوا، ما احتاجتوش خلاص كده. وبعد كده بقى ايه، سيحت بس ايه يعني مكعبين كبار زبده او معلقتين زبده كبار زبده صفرا. ممكن تحطوا سمنه لو ما عندكمش زبده صفرا عادي، بس الافضل نتيجه حطوا زبده صفرا عشان السينابون يعني. وبعد كده عجنتها كويس جدا، العجينه طريه طراوه، وسبتها تخمر بقى على جنب. وبعد ما خلاص يعني ايه خمرت، انا بخمرها على مرحلتين. دي اول طريقه، دي اول مرحله اللي هو قبل التقطيع. انا دلوقتي بقى ايه بجهز الحشو بتاع السينابون. الحشو بتاع السينابون بسيط جدا: سكر، كاكاو، وقرفه. في ناس مش بتحب القرفه اصلا، ممكن تعملوه بالكاكاو والسكر بس، هيبقى ماشي. ماشي. هو طبعا مش هيبقى يعني سينابون بالمعنى الحرفي، لان اساس سينامون او سينابون رولز اللي هو ايه، يبقى فيه قرفة. بس مش بتحبوها، مشوا نفسكم كاكاو بس. بعد كده بقى خدت الجزء اللي انا هعمله سينابون، وسبت الجزء الباقي ده هعمله ايه، دوناتس برضو معاكم، اقطعه معاكم بطريقة حلوة جدا، مش محتاجة اي حاجة بايدينا. وافرده كده على شكل مستطيل. وبعد بقى ايه ما فردته بحاول بس اظبط العجينة. انا عن نفسي لو مش هعمل دوناتس مش بظبط الاطراف براحتي، يعني انا عاملاه للبيت عندي، مش ببيعه لحد. لكن مادام احنا بقى عندنا لسه في عجينه وهنعمل منها حاجه تانية، فنظبط بقى الاطراف كده زي ما انتم شايفين، بحيث يبقى شكلها مظبوط كده ويعني منمق كده يعني. بعد كده بقى بنجيب زبده بدرجه حراره الغرفه، بنسيبها بره التلاجة. هي ما كانتش فكت قوي فغلبتني شويه، بس ما علينا، حاولت افردها كده. وبعد كده بقى بعد ما نفرد الزبدة بتاعتنا كده، يعني معلقة زبدة كبيرة بس مش اكتر من كده، هنزل باقي الحشوة بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقتين صغيرين قرفة، ومعلقتين كاكاو، ومعلقتين كبار سكر. كتروا بقى قللوا زي ما انتوا عايزين. انا بحب القرفة عامة طعمها يبقى باين، انا وزوجي واولادي بنحب طعم القرفة فبزودها. ممكن لو انتوا مش يعني ممكن تتقبلوا القرفة بس مش بتحبوها قوي، قللوا حطوا مثلا معلقة واحدة صغيرة او نص معلقة حتى مع الكاكاو، هتدي طعم برضو، بس انا بحب طعمها ظاهر. بعد كده بقى نحاول نقفل كويس الطرف كده بعد ما لفيناها رول، ونقطعها بقى ايه احسن من تقطيع السكينة، التقطيع بالخيط. تجيبي خيطة كده، حتة خيط عادي من اي خيطة عندك، وتروحي جاية بقى ايه مقطعة، وتحاولي ايه نحاول على قد المقاس. شايفين شكلها حلو جدا. وفي صينية بقى مدهونة كده هنرصهم اهو زي ما انتم شايفين. نحاول على قد ما نقدر كلهم يبقوا بنفس المقاس. بعد ما خلصنا الكميه كلها غطيها الاول بقى ببلاستيك، وبعد كده ايه بفوطه، واسيبها ايه في مكان دافي شويه تخمر براحتها. عايزه الحجم بتاعها يزيد الضعف. وكده بقى ايه هعمل دلوقتي الدوناتس بقى ايه زي ما انتم شفتوا كده، قطعتها كوره، وبعد كده بصباعي بخرمها. وعندك بقى ورق زبدة حطي عليه، ما عندكيش رصيها كده على صينية مرشوشة دقيق بس، عشان لما تيجي تشيليها ما تبقاش لزقت في الصينية. انا عندي ورق الزبدة ده بقاله فترة
ركناه ما باعملش بيه حاجة يعني عندي من زمان، فقُلت لازم أستغله، فرُحت مقطّعاه بقى مربعات وحاطة عليه إيه الدوناتس، بس طبعًا هو مش أساسي معانا يعني، أي حاجة نعملها عادي، أنا ساعات باروح جاية حاطة على الرخامة دقيق وحاطة الدوناتس ومغطياه بقى بكيس بلاستيك ببلاستيك راب ومغطي بقى بقماشة، بيخمر براحته وفي نفس الوقت المكان واسع أحسن كمان من الصينية. وبعد ما خلاص بقى قطعت كل الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقة، طريقة بسيطة جدا بين بصبعنا. انا ساعات بعملها مثلا باقطّع بكوباية وحاجة تانية صغيّرة غطا إزازة أو حاجة أشيل اللي هو القلب في النُص، بس بقى ممكن نعملها بالطريقة دي. الطريقة الأولانية اللي إحنا بنقطّعها بقطّاعات أصلًا بتاعة الدوناتس بتبقى شكلها منمّق أكتر، أو بالكوباية وبالغطا بتاع الإزازة برضه بتبقى شكلها منمّق أكتر، بس كده برضه حلوة جدًا، مش محتاجة شكلها برضه بيطلع حلو جدًا، حتى أنا هاوريكم بعد ما نقليها مش بتفرق كتير، فممكن نعملها بإيدينا كده وننجز يعني، ما بتاخدش وقت. ولا نطلّع بقى كل شوية عجينة ونرجع نلمّها ولا الكلام ده خالص. بعد كده بقى إيه خلّصت الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين كده السينابون بتاعي خلاص كان خِمِر، دخّلته الفرن، فرن متسخّن الأول سُخن جدًا، وبعد كده أدخّله بقى على نار عالية، وعندي هنا بقى إيه الدوناتس بتاعي باقليه في زيت غزير زي ما أنتم شايفين، مش غزير أوي يعني، بس يبقى مغطي نُص الدوناتساية. وفي النُص كده باطلّع السينابون واحط عليه يعني باوزّع ربع كوباية لبن كده اللي هو البديل للكريمة، هو المفروض في الأصل كريمة، بس أنا باحط لبن عشان بديل اقتصادي يعني. وبعد كده خلّصت بقى الدونات استوى والسينابون وبعد ما هدي بقى كده أبدأ أحط إيه في الصوص بتاعي اللي هو الجناش الاقتصادي، عاملينه مع بعض قبل كده. الجناش الاقتصادي بيبقى متماسك وحلو جدًا، بيتحط على النار غير الصوص الشاتو بيبقى في الخلاط، أنا باحب أعمله جناش. وبعد كده بقى إيه خلّصت الكمية. أنا كنت عاملة كمان صوص كراميل ومنزّلاه ليكم الفيديو اللي فات، شوفوه، هاحط لكم كمان اللينك كمان في تعليق عشان تشوفوا الطريقة بتاعته، اقتصادي جدًا والنتيجة بتاعته بجد جميلة، طعمه حلو جدًا تحفة، أكتر صوص أنا باحبه لإنه أخف كمان من صوص من الجناش شوكولاتة. أنا عامةً باحب طعمه، جربوه بجد هيعجبكم جدًا إن شاء الله. والفكرة إن هو اقتصادي من غير كريمة برضه، يعني البدائل دي برضه حلوة جدًا في الوقت اللي إحنا فيه ده مع غلاء الأسعار. وهنا طبعًا بقى السينابون حطيت عليه كده صوص من الشوكولاتة، وكمان حطيت عليه برضه صوص كراميل كده، الاتنين مع بعض ميكس حلو جدًا بيدّي طعم حلو. وهو الأساس طبعًا بيتحط صوص أبيض كمان، بس ما كانش عندي جبنة لا مثلثات ولا أي جبنة تتحط يعني يتعمل بيه الصوص الأبيض، لإن هو بيتعمل بجبنة كيري أو أي جبنة كريمي عامةً، فما كانش عندي، فعملت بقى بالصوصات اللي عندي المتوفرة. ولو أنتم وصلتوا معايا الفيديو لحد الوقت ده، فمعنى كده إن الفيديو عجبكم بقى، يعني ما تنسوش بقى اللايك وتعملوا اشتراك للقناة لو أنتم بتتفرجوا على اليوتيوب، أو لو على صفحتي تعملوا متابعة وتنوروني كده وتشرفوني. وشكرًا أوي، سلام عليكم.